السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الواحد حزين جدا جدا على اللي بيسمعه. ضحايا لقمة العيش. ربنا يرحمهم برحمته الواسعة ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويجعل مثواهم الجنة. ربنا يصبر أهاليهم ويربط على قلوبهم. الواحد حزين جدا جدا على اللي بيسمعه ده يا جماعة، والله عايز يقولك ان الدنيا دي صغيرة جدا جدا، وللأسف الشديد في ناس كتير مش بتتعظ من اللي بتشوفه ده، ومش عارفة ان هي في ثانية بتفارق الدنيا والآخرة هي اللي باقية ليها. لكن هنقول ايه؟ ده بقى الشجر اللي في بيت بابا. رحت اسأل على بابا فصورت الشجر ده. عاوزة اقول لكم اللي بابا الله يشفيه، ادعوله كده ربنا يشفيه لان تعبان جدا، وجبنا له الدكتور النهارده. بابا بيحب يهتم بالاشجار، يعني عندنا العمارة كلها من الاربع وجهات كلها شجر. طبعا كنا بالليل فمش عارفة اصور لكم باقي الشجر اللي موجود. ودي البلكونة برضو كلها شجر. ماما الله يرحمها كانت لما تقوم من النوم اول حاجة تعملها تفتح البلكونة وتسقي الشجر، وكانت مهتمية بيه جدا جدا. الله يرحمها ويصبرنا على فراقها. ماما كانت ترد الإساءة بإحسان، الله يرحمها. أمي كانت كل حاجة، كانت الأدب والأخلاق والاحترام والعطاء والحنية. كانت بحر بلا حدود، كانت بتدي من غير ما بتاخد. يعني عاوزة أقول لكم إن كل الكلام الحلو اللي في الدنيا ما يجيش حاجة جنب ماما الله يرحمها. ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان على فراقها. واشفي بابا يا رب، واشفي مرضى المسلمين جميعا. الفيديو ده انا كنت عاملاه امبارح بس طبعا ما نزلتوش وكده. ده رقاق. انا والله يعني من نوع ما بنام ما بفكرش هاكل ايه بكره، مجرد ما اصحى بظروفها اي حاجه اعملها الموجوده اعمله، او ما ببقاش في فكره في دماغي معينه. لقيت عندي رقاق وعندي طبعا لحمه مفرومه، فقلت اعمل لهم النهارده صينيه رقاق. وعندي الشوربه بتاعه البط دي، يعني من نوع لما بيفيد عندي شوربه بط. طبعا الشوربه اللي في الحله الكويسه اللي محدش لمسها ولا شرب منها. اي شوربه عندي بنشرب منها وبتفيد منها برميها على طول. يعني ماما الله يرحمها معلمانا كده، تقول اي خضار اي شوربه اي حاجه تاكل منها ممنوع تعينيها لتاني يوم، هتبوظ ومش هتبقى حلوه. فالشوربه دي الحلوه بحفظها بحطها في الفريزر، بتقعد عندي من السنه ما بيجرالهاش اي حاجه. بطلعها بعملها في محشي، بعملها في قلقاس، بعملها في رقاق، بتبقى جميله جدا جدا. وطبعا زي ما احنا فاهمين ان المحشي يعني شوربه، ما بتعملوش بميه، ما بيبقاش طعمه حلو. عندي الرقاق هنا انا عملت اللحمه المعصجه. طبعا مرضيتش اطول عليكم وقت الفيديو. اللحمه المعصجه عملت عليها بصلتين كبار، حطيت اول معلقه سمنه بلدي في الحله، نزلت باللحمه المفرومه النص كيلو. عامل لي صينيتين، الصينيه اللي احنا شايفينها دي وصينيه صغيره اللي هي الايه المستطيله كده صغيره. ونزلت عليها بالبصل والفلفل الاسود والملح بس. انا ما بكترش في اللحمه سواء عصاج سواء كفته سواء كباب حله الا الفلفل الاسود والملح، عشان ما ضيعش طعم اللحمه والقيمه بتاعتها. قيمتها الغذائيه بتروح بالبهارات والكلام ده، ومش بتحس غير بطعم البهارات بس. وحطيت لها ايه يعني مفيش ربع كوبايه ميه كده، وسبتها مع نفسها ما خدتش 10 دقايق. وحطيت في العصاج وهو على النار سوداني مقشر، وحطيت زبيب. لو عندك مكسرات حطي فيها يبقى طعمها جميل جدا. بعد ما خلصتها سبتها كده تبرد، وجهزت زي ما احنا شايفين. انا هعمل 4 رقاق تحت في الطبقة اللي تحت و4 في الطبقة اللي فوق. حطيت واحدة وسقيتها بالشوربة. في ناس بتحطها كده في صينية وتنزل عليها وتحطها في صينية تاني، يعني قصدي ما بتحطش
الشوربه مباشره في الصينيه، لا بتبله في حاجه فيها شوربه كده، لا انا بحط كبشتين شوربه بس في الطبقه، وعليها الطبقه التانية والتالتة والرابعه، بعد كده بحط طبقه اللحمه في النص، بنزل عليها باربع طبقات برضو، كل طبقه عليها كبشتين شوربه. واخر حاجه زي ما احنا شايفين كده، دي علبه قشطه جايباها من الهايبر، فتحتها وحطيت منها بتاع 3 4 معالق قشطة على وشها كده، بتديها طعم جميل قوي قوي، وبتديها لون حلو كده، بتحمرها. طبعا لو ما عندكيش قشطة ممكن تحطي حتة سمنة بلدي، ممكن تحطي حتة زبدة. وسبتها في الرف اللي في النص في الفرن، ما اخدتش مني نص ساعة على درجة حرارة 200. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، شكلها جميل جدا جدا وطعمها احلى، كان تحفة تحفة جميل. بعد كده بتسيبيها تبرد خالص، ما بتقطعهاش وهي سخنة عشان ما تتهرش منك، هي كده بتسيبها لما تبرد، ما خدتش نص ساعة. بعد كده قطعتها قطع جميلة جدا وطعمها حلو قوي، واللحمة فيها كتيرة ومتحمرة من فوق ومن تحت، لازم تحمريها برضو من تحت علشان ما تبقاش لونها طري كده من تحت. طعمها كان جميل جدا جدا. وده غدانا النهاردة، وأكلة سهلة وسريعة وجميلة، أتمنى تجربوها.